أُفرج اليوم الأحد 30 مارس 2025 عن المعتقل عبد القادر بالعريج الذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد بالسجن الولاية بمراكش على خلفية متابعته في قضايا الإرهاب. وجاء الإفراج عن بالعريج في إطار العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس لفائدة 1533 شخص، من بينهم 31 شخصا محكومين في قضايا التطرف والإرهاب، وذلك بمناسبة عيد الفطر 2025. واعتقل بالعرج سنة 2009 بعد متابعته فيما كان يسمى حينذاك خلية بالعرج، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى التي أفرج عنها سنة 2011، ومن بينها ماء العينين العبادلة، وعبد الحفيظ السريتي، ومصطفى المعتصم، ومحمد أمين الركالة. وكان ملف محاكمة بالعرج ومن معه من أشهر المحاكمات التي عرفها المغرب في قضايا مكافحة الإرهاب سنة 2009. وتعود فصول القضية إلى سنة 27 يونيو 2009، حين أدين بالعرج بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية في المغرب، وتعطيل أعمال في أوروبا، ومشاريع غسيل أموال واسعة النطاق، وتهريب أسلحة، وهو ما دفع للحكم عليه بالسجن المؤبد. وقد وصفت المحاكمة آنذاك على أنها أبرز قضايا الإرهاب في المغرب، وقد أدت إلى انقسام الأحزاب السياسية، حيث دعت البعض دفاع بالعرج، فيما انتقدت بعض جماعات حقوق الإنسان الحكم، قائلة إن المحاكمة بدوافع سياسية والإدانات مشبوهة. وتميزت جلسة النطق بالحكم في قضية بالعرج بمواكبة إعلامية وحقوقية واسعة استمرت إلى الساعات الأولى من الصباح، ولم تخلو عائلات المعتقلين وذويهم ساحة المحكمة إلا بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية استمرت زهاء ربع ساعة، نددوا خلالها بعدم استقلالية القضاء وتدخل الكثير من الأجهزة في الملف. وتوزعت الأحكام التي وصفت بالقاسية من قبل هيئة الدفاع بين المؤبد كأقصى عقوبة حصدها عبد القادر بالعرج، وسنة موقوفة التنفيذ في محمد عبروق وعلي السعيدي المتابعين في حالة سراح. ومن بين المتابعين 35 شخصا في القضية، ودانت المحكمة 6 منهم متهمين ب30 سنة سجنا نافذا، ضمنهم عبد اللطيف بختي وحسين بريغيش الذي تجاوز 70 من العمر آنذاك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.